دكتور سترينج ان مالتيفيرس اوف مادنس هو واحد من افلام الفيس 4 في الام سي يو، وكان هو بدايه الانحدار الفعلي في افلام مارفل، لان كل الافلام اللي كانت جت قبله كانت في البانديميك ايرا او في عصر كوفيد. الفيلم ده كان المفروض يبقى الخطوه الجايه للام سي يو في كونسبت المالتيفيرس، واللي فكرني بيه بصراحه هو فيلم ديدبول اند وولفرين اللي الناس بتقول عليه دلوقتي ان هو احسن فيلم اتكلم عن المالتيفيرس في الام سي يو. وقتها انا افتكرت الفيلم ده كان متعلق عليه امال كبيره جدا، الفانز في العالم كله كانوا منتظرين يشوفوا فيلم يحمل عنوان مالتيفيرس اوف مادنس، خصوصا بعد النجاح الكبير لفيلم سبايدر مان نو واي هوم. لكن الفيلم ده على الرغم من نجاحه في البوكس اوفيس ولكنه كان مخيب للامال من نواحي كتير. ايه هي النواحي دي؟ تعالوا اما اقول لكم. اهلا بيكم، معكم محمود اسامه من قناه ايجيبشن نيرد، والنهارده معانا فيلم دكتور سترينج مالتيفيرس اوف مادنس. هنبص عليه عشان نحاول نتعلم منه ونشوف عمل ايه صح وعمل ايه غلط، واجاوبكم على سؤال هو ليه فشل. الفيلم ده بصراحه كان فيه حاجات كتير فعلا كويسه جدا، الفيجوالز في بعض الاوقات كانت فعلا ممتازه، الكريبي اتموسفير اللي كان المخرج عاملها في الفيلم ده كانت تحسسك ان انت قاعد بتتفرج على فيلم رعب في الام سي يو، واللي يعتبر جريت تشينج اوف بيس. لكن بمجرد ما نتخطى الجزء الخاص بالمخرج هنشوف الحاجات اللي خلت الفيلم ده فعلا فيلم فاشل، وانا هنا بتكلم عن التاليف او الكتابه، واللي على الرغم من ان كان فيها برضه حاجات كويسه جدا نقدر نتكلم عنها زي باي اوف اتعملت بعد 90 دقيقه في الفيلم. لكن المشكله الاكبر في الفيلم ده من ناحيه الكتابه هي الشرير بتاعنا، الهيرو اللي اتحول لفيلن واندا، الى جانب كميه اكسبوزيشن كتير موجوده في الفيلم. هو ده اللي انا جاي اكلمكم فيه النهارده، مشكله كتابه شخصيه واندا من ناحيه الكونسستنسي والموتيفيشن، الى جانب ان عايز اكلمكم عن كميه الاكسبوزيشن اللي موجوده في الفيلم ده وايه هي خطوره الاكسبوزيشن وازاي تتلاشاها. وانا فاهم ان الفيلم ده ليه فانز كتير ودي حاجه كويسه، انا متاكد ان الفيلم فعلا كويس، لكن انا جاي النهارده عشان ابص على شويه حاجات موجوده في الفيلم على امل اننا نتعلم منها ونعرف الفيلم ده كان ليه مخيب للامان. اول مشكله في الفيلم ده هو ان الفيلم بيتعامل مع شخصيه واندا طول الفيلم على اساس ان انت مش فاهم هي شريره ولا لا، هي رايحه جايه على خط الشر طول الفيلم تقريبا بالظبط زي اليويو. تعالوا اوريكم قصدي. على سبيل المثال تعالوا نبص على مقدمه الفيلم لما دكتور سترينج انقذ امريكا تشافيز من وحش كان بيجري وراها بسبب قدراتها على التنقل بين العوالم، بعد كده يروح عشان يطلب من واندا انها تساعده في حمايتها، لكننا اكتشفنا بعد كده انها مش افضل حد ممكن تطلب منه الطلب ده. You've got our defenses, but we could use an Avenger. What if you brought America here? You never told me her name, did you? في اللحظه دي بقى واضح جدا ان واندا هي الانتاجونست فورس او جانب الشر، وانها محتاجه قدرات امريكا تشافيز علشان تقدر تتنقل ما بين العوالم وتبقى مع اولادها. لكن اهم حاجه لازم نلاحظها ان هي لحد دلوقتي من ناحيه الانتاجونستيك درايف او خط العدائيه هي لسه ما تخططش البوينت اوف نو ريتيرن، هي ما قتلتش دكتور سترينج في اللحظه اللي كانوا واقفين فيها علشان تضمن ان هي تنجح في اللي هي عايزاه، لا هي لحد دلوقتي لسه شخصيه ريزونبل ما عندهاش مشكله ان احنا نتفاوض ونشوف الدنيا رايحه فين. Return to Comertage and prepare to hand over America Chavez by sundown, peacefully. ولما وصلت للويزرد اتش كيو ادت لدكتور سترينج فرصه اخيره لحل سلمي اللي هو رفضه. Do not dare to enter these sacred grounds. بعدها قالت خلاص انتوا اللي جبتوه لنفسكم، وتخطت الحاجز اللي المفروض ما نتخطاهوش. واندا ارتكبت ماسكر عشان تقدر توصل لامريكا تشافيز، وده معناه ان خلاص we passed the point of no return. انت ما تقدرش ترجع من ان انت قتلت 50 بني ادم، انت ما تقدرش ترجع من ان انت قتلت واحد مصاب نايم على الارض، لا ده الانتاجونستيك درايف او الخطه العدائيه بتاعها خلاص تخطى الحد المسموح وما عادش ينفع نوقفه. لكنها لما وصلت للمكان اللي فيه امريكا تشافيز بالفعل عملت ايه؟ وقفت علشان تشرح للناس هي ليه محتاجه قدراتها. هي ما قتلتش او اصابت بشكل دايم دكتور سترينج او وانج عشان تضمن النجاح في اللي هي عايزاه، لا هي حدفتهم بس كده على جنب مش اكتر، ونتيجه لكده هي ما اخدتش اللي هي جايه عشان تاخده. واللي انتوا شايفينه هنا ده هو ده تأثير اليويو. عندنا واندا ارتكبت مذبحة وقتلت اكتر من 50 بني ادم علشان بعد كده في خط النهاية ترجع تاني وتبلاي نايت، وتأثير اليويو ده فضل مكمل معانا طول الفيلم. هي قتلت مجموع ابطال الارض كأنها دي من جاي من فيلم رعب،
علشان بعد كده تسيب دكتور سترينج وصاحبته يهربوا بدل ما تضمن نجاحها في اللي هي عايزاه. هي نجحت اخيرا في انها تمسك امريكا وتستنزف قدراتها، واللي كنا شفنا في اول الفيلم انها عمليه مش هتاخد اكتر من ثواني علشان تقعد ربع ساعه تقريبا من وقت الفيلم ولسه ما امتصتش قدراتها بالكامل، وكانها منتظره دكتور سترينج يجي علشان يوقفها. افعال واندا مش كونسيستنت، هي مش منتظمه بالشكل الكافي علشان المشاهدين يقدروا يحددوا هل هي فعلا شخصيه شريره زي ما الفيلم بيحاول يقدمها ولا لا، هل هي اللي بتحرك حبكه الفيلم ولا حبكه الفيلم هي اللي بتحركها، هل فعلا تخطط البوينت اوف نو ريتيرن ولا لسه. ولما تكون بتقدم شرير في فيلم فانت لازم تكون اولا امباكتفول او فعال، ثانيا فيسفول او مخلص. لو انت عايز تخلي تخطي واندا حاجز الشر شيء كبير فانت لازم تعمله بطريقه اكتر فعاليه من كده، خليها تقتل حد مهم احنا عارفينه وتخلي دكتور سترينج رياكت على ده، خلي عبورها للبوينت اوف نو ريتيرن واضح للمشاهدين. بعد كده اول ما تتخطى الحاجز ده لازم تبقى مخلص ليه. مفيش مشكله انك تخليها تتغير في النهايه، ولكن مش طول الفيلم تبقى رايح جاي ما بين هل هي شريره ولا لا، بس لان حبكه الفيلم عايزه كده. لو قدمت واندا على ان هي انستابل فورس هتعمل اي حاجه عشان توصل للي هي عايزاه، بعد كده ما التزمتش بالليفل ده، فالمشاهدين مش هيلتزموا بان هم يهتموا. ثانوس تفوق على هالك وقتل هايمدال ولوكي في اول ظهور ليه في انفينيتي وور، ودي حاجه امباكتفول تعرفك الشرير ده يقدر يعمل ايه. بعد كده في نص الفيلم قتل بنته علشان يوصل للسول ستون. لو الحبكه لسه مش جاهزه لان هي تحول واندا لشخصيه شريره فخلاص مش لازم تحولها شريره في الجزء ده من الفيلم. ما تخليش مفهوم زي الموت يبقى ليه اي معنى ثالث، هي يا اما جاهزه لان هي تبقى شريره وتعمل اي حاجه عشان توصل اللي هي عايزاه، يا اما لا. لو خليت الفيلم بتاعك يويو افعاله راحه جايه ما بين حبكه الفيلم هي محتاجاه يعمل ايه في اللحظه دي وخلاص، فانت ما عندكش انتاجونستيك فورس، انت ما عندكش شرير، انت عندك سليف حبكه الفيلم هي اللي بتتحكم فيه. تاني مشكله في الشريره بتاعتنا واندا هي ان دوافعها unexistent وunjustified، يعني مش موجوده وملهاش مبرر. unexistent معناها ان اساس دوافع واندا في الفيلم ده غالبا مش موجوده. تعالوا اوريك قصدي ايه. بشكل عام واندا محتاجه قدرات امريكا تشافيز عشان تتنقل لعالم تاني وتبقى مع اولادها، ودي حاجه هيبقى ملهاش اي معنى بالنسبه لك لو انت ما شفتش مسلسل واندا فيجن. لو انت شفت المسلسل والوضع بالنسبه لك تمام فده شيء كويس، لكن الجينوين اودينس او معظم المشاهدين ما كانوش كده. And then I just get punished for not watching WandaVision. When I'm watching Doctor Strange and I'm like, who's this character? I was like, why is Wanda bad now? Why is she pissed off? Where did these two kids come from? لكن لو سيبنا موضوع السينماتيك يونيفرس ده على جنب دلوقتي، لو انت ما اثبتش في الفيلم نفسه ليه احنا لازم نهتم بعلاقه واندا باولادها فاحنا مش هنهتم. لكن تعالوا هنا بقى نحاول نصلح المشكله دي. انت هنا محتاج تخلي دوافع واندا مفهومه علشان تبان حقيقيه. اللي موجود عندنا دلوقتي هو ان في اول الفيلم كانت بتحلم ان عندها اولاد، واللي على حسب قواعد الفيلم ده معناه ان ده شيء حقيقي. They don't exist. Oh, but they do. Because I dream of them every night. لكن المشكله هنا ان الاحلام مش حاجه مميزه، احنا كلنا بنحلم، ده لوحده ما ينفعش يبقى اساس لافعال، خصوصا ان كانت الافعال دي شريره. تخيل كده ان ثانوس كان عايز يقتل نص الكون لان هو حلم ان هو بيعمل كده. لا، هو الكلام ده ما بيحصلش، ومهما حاولت ان انت تعيده طول الفيلم مش هنعرف نصدقه. لكن اللي ممكن يبقى حقيقي فعلا واحنا ممكن نصدقه هو مفهوم زي الادمان. بدل ما توريني واندا وهي بتحلم حلم واحد في اول الفيلم، كان ايه اللي هيحصل لو اخدت كونسبت زي دريم ووكينج اللي اتقدم بعد كده في الفيلم وحطيتهولي في الاول؟ لو احنا من البدايه اكتشفنا ان واندا بتستخدم الدريم ووكينج عشان تروح لعوالم تانية وتبقى لدرجه ان الوضع يتحول بالنسبه لها الادمان. لكن طبعا احنا لسه هيبقى في عندنا سؤال، هي ليه اصلا عندها اولاد في عالم تاني؟ لكن الوضع دلوقتي مش هيبقى مرتكز على الاولاد، بل هيبقى مرتكز على الادمان. مهما كان ايه هو الدراج، فاحنا كلنا فاهمين يعني ايه انك تبقى محتاج حاجه علشان تخفف الم حاجه تانية. كلنا عارفين يعني ايه انك تبقى محتاج شيء ما لدرجه انه ما عادش شغال معاك فانت محتاج الليفل اللي اعلى منه. ده مفهوم كوني الناس كلها عارفاه، مش محتاج مرجع تاني علشان افهمه. وانا بقولكش ان هو ده الحل الوحيد، لكن انا بحاول ان انا احط اساس للدوافع بما يتوافق مع احداث الفيلم اللي احنا شفناه. لانك لو اعتمدت في الحبكه بتاعتك على مسلسل معظم المشاهدين ما شافوهوش، فمعظم المشاهدين مش هيهتموا ان هم يخشوا الفيلم. اما بالنسبه لان دوافع واندا unjustified او غير مبرره، فده معناه ان حتى لو دوافع واندا ليها اساس قوي، فالطريقه اللي واندا بتتصرف بيها لا تزال مش منطقيه. لاننا لو هنوصل لمرحله ان احنا عايزين نقتل امريكا علشان ناخد قدراتها وتبقى مع اولادها، فاحنا في عندنا سؤال مهم جدا محتاجين ان هو يتسال. When you could force America to send you to any universe you want, why take her power for your own? You know it will kill her.
بالظبط كده، في حل بسيط ومفيش فيه اذى لاي حد. لكن مبرر الفيلم لان واندا لازم تقتل امريكا وتاخد قدراتها هو What if they get sick? In the infinite multiverse, there's a cure for every illness, a solution to every problem. السبب اللي مخلي واندا ما ينفعش تخلي امريكا تنقلها لعالم تاني فيه اولادها فقدوا امهم هو ان هم ممكن يتعبوا، ودي حاجه ملهاش اي تبرير في اي حاجه شفناها قبل كده. احنا ما شفناش حد قريب من واندا مات قبل كده بسبب المرض، فليه فجاه المرض بقى هو الحاجه اللي واندا قلقانه منها؟ ببساطه شديده لان ده شيء مصطنع، الفيلم اخترعه علشان يخبي ان واندا ملهاش مبرر لاي حاجه من اللي هي بتعملها. اللي عايز اوصل له هو ان دوافع الشخصيات لازم يكون ليها اساس في الفيلم ذات نفسه، والمبرر اللي وراها لازم يكون بيتحرك بناء على حاجه حصلت قبل كده علشان تبان حقيقيه. وريني في الفيلم هي ليه محتاجه فعلا توصل لاولادها، وريني في الفيلم ان هي خسرت حد من المرض، لكن ما تقعدش طول الفيلم تقول انا عايز اوصل لاولادي او ان هم هيتعبهم، وكانك لما هتقولها كتير هتبقى حقيقه واحنا هنصدقها. المشكله الثالثه في الفيلم ده هي كميه الاكسبوزيشنز الكتير اللي ماليه الفيلم. تعالوا اوريك قصدي. تعالوا نبص على مقدمه الفيلم على سبيل المثال، لما شفنا الاكشن سيكونس الجميله اللي ما بين دكتور سترينج والوحش اللي جاي من المالتيفيرس علشان ينقذ امريكا شافيز. بعد كده ياخدها الكافيتيريا عشان تشرح له المعلومات الاساسيه اللي هو محتاج يعرفها عشان حبكه الفيلم تستمر. All we knew is that they wanted to take my power for themselves. What power? I can travel the multiverse. You can Huh? وعلشان نحاول نصلح مشهد الاكسبوزيشن الممل بشكل فظيع ده، فاحنا ممكن نستخدم اسلوب سبيلبرج وهو الكومباين او الدمج. بدل ما نشوف في البدايه سيكونس هي عباره عن اكشن بس، بعد كده سين عباره عن اكسبوزيشن او معلومات بس، فليه ما تدمجش الاثنين في نفس الوقت؟ ليه ما تخليش امريكا توصل المعلومات اللي هي عايزه توصلها لدكتور سترينج وهو في نص المعركه؟ الخطر في الاسلوب ده هو ان المعلومات ممكن تضيع بسبب الاكشن، لكنك لو عرفت تعمل الدمج ده بنجاح فانت في الحاله دي ما عدتش محتاج ان انت توقف الفيلم علشان توصل معلومات. مثال تاني على كده لما امريكا ودكتور سترينج وصلوا لعالم تاني، بعد كده وقفوا بالصدفه على في تكنولوجي سامبل اللي بالصدفه بتكشف لك الذكريات اللي حبكه الفيلم محتاجاها. وهنا يحسب للفيلم انه حاول يخبي الاكسبوزيشن تحت مسمى السيركمستانسي او الظرفيه، كانه بيقول لك ان الاكسبوزيشن ده مش اكسبوزيشن عادي، لا ده اكسبوزيشن جاي بسبب شيء ما. والاسلوب ده عشان تخبي الاكسبوزيشن ممكن يكون كويس، ولكنه في الفيلم ده كان مدبر جدا وتحس انه اتفرض عليك، لدرجه ان المشاهد الوحيد اللي ممكن تخدعه حاجه زي كده هو المشاهد الاعمى والاصم في نفس الوقت، في حين ان المشاهدين العاديين هيحسوا ان الفيلم بيعاملهم على ان هم اغبياء. لكن تعالوا كده نحاول نصلح مشهد الاكسبوزيشن الفظيع ده. بدل ما تحاول تخبي الاكسبوزيشن ليه ما تتعاملش معاه كأن هو تحدي؟ يعني لو دكتور سترينج عايز يعرف حاجه عن ماضي امريكا فهو المفروض يبذل مجهود ويحارب علشان يعرف، ما تخليهمش يقفوا بالصدفه كده على حاجه هتديهم المعلومات. لا، انت خلي دكتور سترينج ياخد باله من الحاجه دي ويستخدمها في ان هو ياخد من امريكا المعلومات اللي هي مش عايزه تديها له. بمعنى اصح انك تعامل الذكريات على ان هي صندوق مقفول جواه جايزه انت محتاج تفتحه عشان تاخد الجايزه، او انك تخليه استجواب من نوع ما. لو البطل محتاج انه يحارب علشان ياخد معلومات، ففجاه المعلومات دي ما بقتش اكسبوزيشن ممل. المثال الثالث على الاكسبوزيشن الممل في الفيلم ده هو لما دكتور سترينج وامريكا راحوا للمكان اللي المفروض انه بيت دكتور سترينج علشان يلاقوا العدو بتاعهم موجود هناك، علشان يشرح لهم بعد كده كونسبت الدريم ووكينج. I'm afraid she can do far worse than just summon monsters. A dream-walking sorcerer projects their own consciousness from their universe into another, possessing the body of an alternate self. They need puppeteers. Soothe their enemies. المشكله هنا ان الفيلم قدم الاكسبوزيشن وفي نفس الوقت بيورينا الكونسبت ده لاول مره في الفيلم، لان قبل ما عدو دكتور سترينج يشرح لنا مبدا الدريم ووكينج ما كانش موجود في الفيلم اساسا. لكن تعالوا بقى نحاول نصلح مشهد الاكسبوزيشن الممل بشكل فظيع ده. الحل ده كان هو انك تقدم الكونسبت ده في الاول بحيث ان هو يبقى لغز بالنسبه لدكتور سترينج وبالنسبه لنا احنا كمشاهدين، فنبقى عايزين نعرف هو ايه اللي بيحصل. على سبيل المثال انك تورينا واندا وهي بتستخدم الدريم ووكينج ده في اول الفيلم، او انك تورينا ان في حد بيتتبع دكتور سترينج وامريكا في العالم الثاني، وفي الحاله دي انا هبقى عايز اعرف هو ايه اللي بيحصل ومين اللي ماشي وراهم ده، وقبل ما نقع في اي مشكله عدو دكتور سترينج ينقذ الموقف وبعد كده يشرح لدكتور سترينج مبدا الدريم ووكينج. في الحاله دي المشهد ده ما عادش مشهد اكسبوزيشن ممل، لان احنا عايزين نعرف هو ايه اللي بيحصل اساسا. لكن تعالوا نبص على الاكسبوزيشن في الفيلم ده، كان فعلا كويس. لما الافنجرز بتوع العالم اللي احنا رحناه بيشرحوا لدكتور سترينج هو ايه اللي حصل في العالم بتاعهم. From our experience, the greatest danger to the multiverse, it turns out,
Doctor Strange. هو هنا ما يعتبرش اكسبوزيشن ممل، لان اولا اللي بيتكلم ده شخصيه احنا فعلا عايزين نسمعه هو بيتكلم، لكن السبب الاساسي هو ان الاكسبوزيشن ده بيتعارض مع معلومات احنا شفناها قبل كده. Doctor Strange, Earth's mightiest hero who died defeating Thanos? That's not how Strange died. قبل مشهد الاستجواب ده احنا كنا عرفنا معلومات ان العالم ده كان حصل فيه حاجه اجبرت دكتور سترينج ان هو يضحي بنفسه علشان يهزم ثانوس، والمشهد ده بيقول لنا ان لا ده ما حصلش، والتناقض ده في سر احنا عايزين نعرفه هو اللي خلى المعلومات اللي موجوده في المشهد ده فعلا معلومات كويسه واحنا فعلا عايزين نسمعها. اللي عايز اوصل له هو ان في طرق كتيره تقدر تتعامل بيها مع الاكسبوزيشن، فخد بالك وما تتعاملش مع الاكسبوزيشن بالطريقه اللي كان الفيلم ده في الغالب بيتعامل بيها معاك. وهو ده فيلم دكتور سترينج المالتيفيرس اوف مادنس، الفيلم اللي كان الهايب ليه في قمته ولكنه مع الاسف في النهايه طلع مخيب للامان. مارفل مش هي الشركه الوحيده اللي عملت فيلم بيتكلم عن المالتيفيرس وفشل، لا دي سي هي كمان عملت فيلم بيتكلم عن المالتيفيرس وبرضه فشل، وهو ده هيبقى الفيديو اللي جاي. فلو انت بتتفرج على اليوتيوب ما تنساش تعمل لايك للفيديو، ولو الفيديو ده عجبك وعايز تشوف زيه في منه كتير قوي على القناه، وانت هناك بالمره اعمل سبسكرايب واستنى الفيديو اللي جاي. اما لو انت مؤلف وبتالف فيلم من النوع ده او ناوي تالف فيلم من النوع ده، بلاش تاخد بالك من الاخطاء دي والا فيلمك هيبقى مخيب للامان.